الطباخ او الست اللي اكلها وحش يملوا الاكل فلفل وشطة علشان يداروا وحشة الاكل. الله يرحمها بقى علمتك حاجات كتير الا حاجة واحدة. ايه هي؟ انك تعتمد على نفسك. ليه بقى؟ شايفاني لابخة ولا خيبة؟ لا العفو، ده انت شاطر قوي. طب تعالي كده اتفرجي عليا في شغلي، كلهم بينبهروا مني وكل مدير يجي ما يبطلش شكر فيا. يمكن الحاجة الوحيدة اللي تعرف تعملها هي فعلا شغلك. طب ما هو المفروض ان راجل وما اعملش غير شغلي. الله يرحمها كنت لما اجي اعلق بيجامتي كانت ترفض وتقول لي ربنا خلق الست ليه؟ علشان تخدم الراجل. امك الله يرحمها كانت قاعدة في البيت، حتى الخضار ما كانتش بتجيبه، مش كده ولا ايه؟ طبعا فعلا كانت ست بيت ممتازة. اما انا بقى فست شارع، مش كده؟ الله انت زعلت يا فاطمة. اسمع يا محمد، انا شخصيا تعبت، بقالنا 6 اشهر دلوقتي متجوزين ولغاية دلوقتي ما جبناش حتة عيل. ايه اخلف؟ ده انا لو على رقبتي. يعني افهم من كده انك مش عايزة تخلفي مني؟ اسمع يا محمد يا حبيبي، فكر كويس بهدوء وبعقل. تفتكر انا لو خلفت دلوقت مصير الطفل ايه؟ مصيره زي اي طفل بيتولد. الطفل ده مش عايز رعاية؟ مش عايز نقعد جنبه ربيه ولا حتى شغالة تقعد بيه؟ تفتكر ان كل الستات اللي بيشتغلوا زيك ما بيخلفوش؟ ده ما فيش اكتر من خلفة في بلدنا. غلط، اكبر غلط، عشان ما لقيوش حد يوعيهم ويفهمهم. وانت بقى مين اللي وعاكي؟ مفيش حد وعاني، انما التعب اللي انا فيه، البيت والشغل والمواصلات. انت بقى اللي خرعة وضعيفة، ما كل الستات بيعملوا نفس اللي بتعمليه ده واكتر، وعندهم بدل العيل 2 و3. ما هي كل ست من دول مش ست، دي هيكل ست، إنسانة محطمة عندها إحباط شديد، ومن كتر الإحباط تلاقيها ما تمتش 30 سنة وعندها مليون مرض، سكر، تصلب شرايين. كل ده علشان طلبت منك انك تخلفي حتة عيل العب بيه. ايه؟ تلعب بيه كده؟ طب والله العظيم ما انا مخلفة. اسمعي امل، انتي قاعدة للحصة الاخيرة؟ ايوه، في حاجة؟ اصلا انا ما عنديش حصص من التالتة وعندي الاخيرة بس، والنهاردة عيد ميلاد محمد. كل سنة وانتوا طيبين. عشان كده عايزاكي تاخدي الحصة الاخيرة بدالي، وانا اروح اعمل تورته وافاجئه بيها. دايما عندك ذوق. ويا ترى الباشمهندس بيفتكر هو كمان عيد ميلادك؟ طبعا يا امل، وبيجيب لي هدية كمان. ربنا يهنيكم. طبعا الست لسه ما